هلا وعيوني، معقولة أجي من بغداد لديالى بس حتى أجرب صينية المندي هاي؟ هلا عظامة، أنا فطوش، ومرات يصيحوا لي فطوش مندي لأن اختصاصي المندي، واللي عنده غير حكي خليه يصيح بات. اجيت مخصوص المندي اليمن فرع ديالى، وعنوانه صاير بعقوبة شارع الطابو مقابل الفنون الجميلة. والمطعم بالأيام العادية يفتح من 10 الصبح ل 11 بالليل، وبرمضان من 4 العصر ل 3 الفجر. كافي بعد ما أتحمل، خليني آكل. مخمود اللحم والدجاج طعمه يجمع بين السبايسي وبين الطعم الطبيعي. طريقة الطبخ مالته تصير بالتنور، ومطعم مندي اليمن هو الوحيد اللي يسوي هذا الطبق. هاي الخبزة تصير أطيب من المندي نفسه. الله حامضة طيبة. هذه خلاصة اللحم لما هيجي يتبل وتنزل الزيت مال اللحم والبهارات، هو هذا. اللحمة ما يحتاج تعسوها، تموع بالحليب، ريحة الزعتر. هذا المسبوك يصير حالي حامض، هذا ما شفته بمطعم مندي ثاني، بس عند مندي اليمن. هم الوحيدين اللي يسوون مخمود اللحم والدجاج، وطعمه صاير ميكس بين انه سبايسي وعادي، يعني اثنينكم راح تحبوه، اللي تحبون الاكل الحار واللي ما راح تحبوه. وعندهم توصيل لكل مكان، وموجودين على كل التطبيقات، بس تكتب على اي تطبيق يوصل الاكل مندي اليمن تطلبون من عندهم. وارد احكي وياكم بموضوع جايز، شوفوا المطعم اسمه مندي اليمن، وماكو اي مطعم مندي يمه. اكو هاي مطاعم مندي هنا بدياله، هو الوحيد اسمه مندي اليمن، ماكو اي اسم ثاني مندي اليمن خام. واهم شيء تنزل لكم الضيافه، التمر والداطلي والعصاير. وبنهايه الاكل لازم ناكل ليمون لان احنا مسوين دايت، واهم شيء صحتكم جايز. وعندهم باريستا هم، يعني عندهم مشروبات حاره وبارده، وكل العصاير بجميع انواعها. شربوا شاي، شربوا قهوه، شربوا عصير اناناس لان هو عصير المفضل. ومندي اليمن هم الوحيدين اللي عندهم الحنه مجانا بس يوم الخميس بايام رمضان، نقش وحنه ورسم للاطفال هم.